سلفي او اخوان او ليبرالي او اشتراكي او مالكش اي انتماء سياسي، اسمع الكلمتين دولت وشوف الحلقه للاخر، لان في اخرها هنعرض شفيق ممكن يعمل ايه في مصر لو مسك الحكم. شفيق اللي في كل مكان بيروح وبيتضرب بالجزمه، ازاي يطلع التاني في المرحله الاولى؟ كلنا عارفين لانه هو مرشح المجلس العسكري، بمعنى اصح معين من المجلس العسكري، وهيحاربهم بكل طاقتهم وكل قوتهم ان هو ينجح. عارفين ان الاموات طلعوا من القبور وانتخبوا شفيق. عارفين ان في بطاقات اتعملت مخصوص عشان تنتخب شفيق. كل ده احنا عارفين، بس للأسف قانون العزل ممكن ما يتطبقش عليه. لسه قدامنا لغاية يوم 14 نشوف المحكمة الدستورية هتعمل ايه. يبقى قدامنا حل بديل. كنا الأول بنقول نقاطع الانتخابات، بس للأسف قانون الانتخابات طلع ما بيعترفش بكلمة المقاطعة، حتى نسبة 51% اللي كنا معتمدين عليها وعايزين نحشد ليها عشان نبطل الانتخابات. فلو 100,000 واحد بس راحوا، الانتخابات هتتم وهتسير زي الفل، زي انتخابات مجلس الشورى اللي ما راحش غير 5% من الشعب المصري، ومع ذلك تمت الانتخابات. يبقى قدامنا حاجة تانية واحدة. إذا كان قدامنا مرضين، مرض سرطان ومرض انفلونزا، بيتهيألي هنختار الانفلونزا، لأن نقدر نطلع منه بعد كده بسهولة. إنما السرطان مش هنقدر نطلعه من جوانا غير بالموت. شفيق لو مسك الحكم هيرجع بآليات النظام الفاسد كلها في إيده، وبالتالي هيطلب مننا دم كتير عشان نقدر نخلعه من مكانه. وعلى فكرة هم أكيد اتعلموا الدرس كويس وحافظوا هم هيعملوا إيه المرة الجاية. إنما الإخوان حتى لو كان اختلافنا معاهم، فاختلافنا معاهم سياسي، مش اختلاف دم، مش حق دم زي شفيق. أنا عن نفسي ما انتخبتش الإخوان في انتخابات مجلس الشعب، وما انتخبتهمش في الرئاسة، لكن دلوقتي حتى لو هعصر على نفسي شوية ليمون مضطر ان انا انتخب الدكتور مرسي. لكن على كل ثوري يحب مصلحة البلد انه ينتمي لحزب يكون قريب من افكاره، متوافق معاه، عشان نستخدم كلمة او شعار الاخوان واعدوا، ونعد لهم قوة نقدر نقف بيها قدامهم في حالة انهم حبوا يستحوذوا على السلطة وحبوا يطبقوا افكارهم اللي ممكن ما تتماشاش مع افكار كتير مننا. هم دول الكلمتين اللي انا عايز اوصلهم، دول امانة كنت لازم اقولها، ويا ريت كل واحد يفكر فيهم وله الحرية في الاختيار. وعشان تفكر صح اتفرج على اللي هنعرضه دلوقتي. طبقة الشباب كلها ضاعت واحنا ضعنا ومخنا ضاع، والمرض كان اساسا من التجار الجشعين اللي هم اصحابات الشقق. والله عنده اكتر من الشقه، عنده 10. انا اعرف سباك في الجهاز عنده 22 شقه في الجهاز، اقسم بالله عنده 22 شقه. حرام، مفيش حد بيعبرنا، هو احنا لازم يتداس علينا، هو احنا عشان فقراء يعني؟ لمن يهمه الامر يا جماعه. الله يكرمكم، بصوا للناس دي، بصوا للناس اللي اصلا مش لاقيه. هم الناس دول اللي ضاعوا،
احنا كنا 3 طبقات دلوقتي بقينا طبقتين، طبقه فوق وطبقه تحت الارض. احنا فعلا بقينا طبقتين بس. اقل حاجه للشعب فين بقى؟ فين اللحمه بكام النهارده والسكر بكام؟ حرام حرام. واحنا يعني بغلو جامد، ولذات الرزاقيه الاغلبيه تاكل منين؟ احنا مش موظفين، ناكل منين احنا؟ الرزاقيه على الله، هاكل منين انا وعيالي؟ بنصلي الفجر ونقف عند طابور العيش، يقف ب 50 قرش العيش، اكتر من 50 ما فيش. معاناه جدا، كل يوم على رغيف العيش، كل يوم معاناه على رغيف العيش. بتقف قد ايه كده في الفرن؟ انا بقف اكتر من نص ساعه وثلث ساعه عشان اجيب 10 رغيف، وبتبهدل، ساعات هدومي بتتقطع عشان اجيب 10 رغيف، ساعات اسيب فرن ده واروح لتاني، وكل فرن الخمس، والعيش عليه مشاكل، وبتوع التموين مش مهتمين بيه. ربنا الاعلم والله العظيم، احنا تعبانين كل يوم بنعاني من رغيف العيش. يعني انا كنت مع الرئيس راجل بيعمل وبيقدم ناتج عمله، وكان في دايما الحمد لله رب العالمين توفيق. فأنا يعني أشرف بعلاقة هفضل العمر كله أتذكرها وأحتفظ بيها. يواجه هؤلاء المعتصمين صعوبات لتوفير الحاجات الأساسية لهم، بداية من توفير الطعام والشراب، حتى أنهم يضطروا إلى أكل خبز قد تعفن من الجو أحضره بعضهم ليكون سندا لهم. ناكل طقه طعميه وطقه فول، طبعا كل واحد بياخد رغيف وياكل بيه وصابرين مع بعضنا لحد ما ناخد حاجنا. بنجيب ادنى اكل، والله العظيم 3 بناكل عيش حاف في بعض الاوقات. اخواتي كلهم برد، الجعان يعني مفيش اللي هو العيش والطعميه زي حضرتك ما لكم زملائي، هنجيبوا اكتر من كده مفيش. عيش حاف ماشي، عيش وطعميه ماشي، حته جبنه ماشي، اكتر من كده مفيش. الرصيف فراشهم وملابسهم هي الغطاء الوحيد الذي يقيهم برد الشتاء. أي شيء قابل للأكل، وأحيانا وجبة واحدة تكفي. استخدام دورات المياه صار رفاهية بالنسبة لهم. إنهم موظفي مديريات الضرائب العقارية القادمين من عدة محافظات، والذي وصل اعتصامهم أمام مجلس الوزراء إلى يومه السادس. بقالنا 5 أيام اقسم بالله العظيم الميه ما جت على جسمي، وغيرت الا امبارح بعد ما وقعت. انا لغايه الان قلت لك ما غسلتش من النهار ما جيت هنا، ما غسلتش، الميه ما نزلتش على جسمي. احنا بنتيمم. انت عارف مريض السكر دوت لازم يخش الحمام كل شويه، ما اخش الناس هنا اللي دخلني مره ما دخلنيش الثانيه. ومع نهايه اليوم وحلول الظلام تاتي الحاجه للنوم، لتمثل أزمة لهؤلاء المعتصمين، خاصة مع برودة الجو. احنا بننام على الاسفلت زي ما انت حضرتك شايفه، اللي بيلاقي لنا ورقه بينام عليها ما بيلاقيش بينام على الاسفلت مباشر على طول. حضرتك انا جاي كمان جاي بكذا ستره، الستره دي بنقلعها بالليل بنغطي لا مؤاخذه بيها الجماعه الحريم والاطفال الصغيره اللي معانا دي. 5 أيام وانا قاعد هنا في الشارع ونايم على كرتونه او على غاز بلاستيك من غير غطا في عز الثلج، واحنا في شهر 12 يعني في عز الشتاء. من بين هؤلاء المعتصمين مرضى وكبارا في السن تصعب عليهم الإقامة في الشارع بقسوتها. أنا عندي التهاب رئوي، أنا عندي كده، ولا مؤاخذة ماشي بالحبوب، أنا ما عادش معايا فلوس، لازم أشيل أهو، ما عادش معايا فلوس. وعندك ظروف في الشريان التاجر مش قادر أكمل علاج، دخلت العناية المركزة طلبت له 500 جنيه ومعيش. ومنتظر الموت النهارده ولا بكره. الشحاتين لهم كرامة عندك، لأن لو واحدة شحاتها يقولوا له الله يسهلك، إنما محدش سايق فينا خالص. وقد اضطر بعض المعتصمين إلى اصطحاب أسرهم معهم للإقامة في الشارع هربا من ظروف أصعب تواجههم داخل بيوتهم. مفيش مصاريف في البيت، فلازم يجوا يقعدوا معايا هنا. فطبعا اضطرت المدام قالت طب انا قاعد في البيت ازاي؟ فهم مرافقين هنا لازم يشوفوا حل. في البيت بهدله من صاحب الايجار واللوازم والمدرسين والضغط. هنعمل ايه؟ سيبنا البلد وجينا هنا غصب عننا، لان احنا هناك مش لاقيين ناكل. يبقى وجودنا هنا احسن، هناك هنموت وهنا هنموت. انا جاي اعتصم مع بابا لحد ما ياخد حق. انا ما بروحش المدرسه عشان مفيش فلوس. بننام على الحصيره ونجيب بطانيه وننام. يعني انا كنت مع الرئيس راجل بيعمل وبيقدم ناتج عمله، وكان في دايما الحمد لله رب العالمين توفيق. فأنا يعني أشرف بعلاقة هفضل العمر كله أتذكرها وأحتفظ بيها.
بتجربوا ولا تضحك يعني انا كنت مع الرئيس راجل بيعمل وبيقدم ناتج عمله، وكان في دايما الحمد لله رب العالمين توفيق. فانا يعني اشرف بعلاقه هفضل العمر كله اتذكرها واحتفظ بيها. اني ضربت ازاي؟ انها جرى لك الشلاليت وراجل يشمل الكلب، راجل كلام على قفاي يطلبوني. محمد اسماعيل، يا ريت حتى المقبولين هو محمد اسماعيل اللي كان بيضربه. محمد اسماعيل ده ان هو الرسم هو معاون المباحث. معاون المباحث. هو قديم في الجسم هو يعني انا كنت مع الرئيس راجل بيعمل وبيقدم ناتج عمله، وكان في دايما الحمد لله رب العالمين توفيق. فانا يعني اشرف بعلاقه هفضل العمر كله اتذكرها واحتفظ بيها. العقارات تواصل السقوط، مقتل 6 في انهيار منزل بسوهاج و11 قتيلا في مصنع الاسكندريه، انتشال 7 جثث جديده. يعني انا كنت مع الرئيس راجل بيعمل وبيقدم ناتج عمله، وكان في دايما الحمد لله رب العالمين توفيق. فانا يعني اشرف بعلاقه هفضل العمر كله اتذكرها واحتفظ بيها. يعني انا كنت مع الرئيس راجل بيعمل وبيقدم ناتج عمله، وكان في دايما الحمد لله رب العالمين توفيق. فانا يعني اشرف بعلاقه هفضل العمر كله اتذكرها واحتفظ بيها.
الأرض بتقول بدوني كف الشجر مات القمر الأرض بتقول بدوني يعني أنا كنت مع الرئيس راجل بيعمل وبيقدم ناتج عمله، وكان في دايما الحمد لله رب العالمين توفيق. فأنا يعني أشرف بعلاقة هفضل العمر كله أتذكرها وأحتفظ بيها.